الأخبار مع محمد باقر. أهلا ومرحبا بكم سيداتي وسادتي في نشرة الأخبار. نبدأها في العناوين. مراقبة الشارع العراقي لمسار تشكيل الحكومة. سوق الشيشان مصدر رزق للعشرات من الكسبة وذوي الدخل المحدود. ذو الفقار شاب حول شغفه بالتطريز والطباعة الليزرية إلى مشروع يسبق التعيين. يترقب الشارع العراقي ما ستؤول إليه مباحثات القوى السياسية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة وسط التساؤلات عن شكل المرحلة المقبلة ومستوى الاستقرار السياسي المتوقع. نتابع التفاصيل مع علي تميم. الشارع العراقي يترقب تشكيل الحكومة القادمة متأملا بالتغيير ومتخوفا من تكرار الوجوه السياسية القادمة، فبعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة تظل الكتل السياسية في مفاوضات مستمرة لتحديد رئيس الحكومة الجديدة. المواطن الواسطي نلمس أنه عنده مخاوف من المرحلة الآتية أو المرحلة الحالية بالنسبة له. المخاوف تكمن في قد يكون هناك يعني شخصيات سواء سابقة أو لاحقة في البرلمان لها تأثيرات وتداخل بالعمل ولأجل مصالح خلينا نقول فئوية أو شخصية أو يعني يتجرد الأخوة البرلمانيين وفي الحكومة من هذه الأمور وينظرون نظرة واقعية إلى المجتمع الواسطي. مراقبون محليون يتأملون أن تحدث الدورة البرلمانية السادسة الفرق في مستقبل العملية السياسية العراقية، كما ويدعون الحكومة المقبلة إلى الاهتمام بالملفات التي تمس حياة المواطنين. المواطن حقيقة ينتظر بفارغ الصبر أن تكون هناك رؤية للمرحلة القادمة، رؤية المواطن يجب أن يشعر بها بالأمان ويشعر بها أيضا بالطمأنينة ويشعر على مستقبله. الآن أكو ضبابية بالمشهد السياسي وضبابية حق على مستوى التحولات السياسية وعلى مستوى تشكيل الحكومة أيضا، لأنه الحقيقة العامل الإقليمي الآن دا يلعب دور، والعامل الدولي والعامل الداخلي، كل هاي العوامل مجتمعة تشكل حقيقة هاجس مقلق للمواطن. وترشحت أسماء نتأمل بها أن تمثل العراق وتمثل العراقيين بأحسن حال. العراق يحتاج للكثير، يحتاج لوقفة حقيقية، يحتاج لتشكيلة وطنيين سياسيين يدافعون عن حقوق الناس. حقيقة البلد محتاج لكثير من الخدمات، محتاج للقطاع الصحي، للقطاع الخدمي، للكثير من الأمور اللي تهم المواطن. تتباين الآراء وتختلف القراءات لمستقبل العملية السياسية في العراق، فلعبة الممكن قد تعيد بعض الأسماء التي لم تلبي طموحات الشارع العراقي. من واسط، علي تميم، المركز. يواصل سوق الشيشان في الكوت جذب المتسوقين بأسعاره المناسبة وطابعه الشعب القديم، ليبقى مساحة للتجار البسطاء ومقصدا لأصحاب الدخل المحدود. للتفاصيل أكثر مع هذا التقرير. سوق الشيشان السوق الشعبي الأقدم في محافظة واسط انطلق مع بداية التسعينات بالتزامن مع أحداث الشيشان والحصار الاقتصادي على العراق، حيث كان الأهالي في واسط يبيعون ما يفيض عن حاجتهم بسبب العوز المادي في وقتها. السوق هذا البسيط العالم تتعناه من مناطق مختلفة من محافظة واسط، لأن السوق أولا السعر مناسب ورخيص، والحالة ما عندها يعني رواتب وهاي، فتلتجئ إلى هذا المكان تشتري حتى وتبيع من العتب البيت حتى تعيش. من يجون بيها ناس فقراء، واحنا بالنسبة ان نبيع رخيص لأنه يجون ناس فقراء وما عندها، وثانيا لا علينا آجارات، لا ضرائب ولا عمال ولا نقليات، وإذا هذا سبب نبيع رخيص. أكثر شيء حاجاتنا نبيعها رخيصة، أما مستخدمة وأما من بالات واما من تصفيه محلات. دائما تصفيه محلات التجار يبيعون رخيص، احنا من حمله 500 ربع الف ونمشي على الفقر. يرتاد اهالي المحافظه من مختلف الشرائح هذا السوق الذي ينشط يوم الجمعه من كل اسبوع ليشتروا ما يحتاجوه باسعار مناسبه، لكن اليوم يشكو اصحاب البسطات من قله البيع. والله تعبان ماكو بيع،
تعبان كلش، لا بيعك ولا هاي، وهم يركضون وراك كل ساعه مشي لنا مكان. اي والله ماكو لا رواتب لا هاي كل شيء مال، يعني الناس تعبانه فقره ما عاد. يعني مو تقول لك فلوس سيوله، اللي ماكو فلوس سيوله يشتغل السوق، بس لا ماكو فلوس ما يشتغل السوق. بس يوم الجمعه جاي يصير حركه، يعني حركه العالم هواي، بس المشترى قليل بالسوق، وعندك يوم الجمعه الوحيد يشتغل بالسوق، وما تشوف هسه قدام عينك كلها ازدحامات وهوسه. والله السوق حاليا هسه واقف تعبان، عالم حركه قليله بالسوق، ملابس حركه بسيطه، تعبان يجي للشيشان هسه مثل هاي الطباخات نبيعها، حال تعبان يجينا للسوق. السوق هسه حاليا كلش واقف. مصدر رزق لعشرات من الكسبة وملجأ لذوي الدخل المحدود. سوق الشيشان قبلة البسطاء ومنصة لبائع لا يملكون إيجار المحلات. من واسط باقر التميمي، المركز. ذو الفقار شاب اختار أن لا ينتظر التعيين الحكومي فاتجه إلى العمل الحر وشق طريقه بمهارة في مجال التطريز والطباعة الليزرية. لنقترب أكثر من قصة ذو الفقار في هذا التقرير. هنا في قيصرية الناصر وسط محلة المشروع مركز المحافظة لا تسمع إلا صوت ماكينة التطريز وآلة الطباعة الليزرية الخاصة بذو الفقار، الشاب الواسطي الذي لم يجلس منتظرا التعيين بعد تخرجه، بل شق طريقه واتخذ من هذه المهنة الغير تقليدية مصدرا لكسبه. أنا اتخذت هاي المهنة التطريز من سنة تقريبا 2015-2016. أنا سابقا كنت أعمل مع شركات خارج قسم مساحة، بس الظروف اللي دخل بها داعش وتوقف العمل بالشركات، فعندنا محل مال الخياط أخوي غسان الخالدي، فقال اقترح علي نجيب هاي الماكينة تطريز، فتوكلنا على الله سبحانه وتعالى. ومن سنة 2015-16 بهاي المهنة إن شاء الله. هاي المهنة التطريز كل ما يخص التطريز النسائي، العسكري، المدني، على الأطفال مثلا نشتغل باجات عسكرية، بروشات، وكذلك هم توفر عندي أعمال باجات ليزرية، حفر ليزر، باجات طبعها موجودة كذلك المنتسبين، وأوشحة تخرج، سكارفات. فترة قياسية استطاع أن يصبح فيها أحد أهم الأسماء الشابة في هذا المجال الذي يعد رواجه داخل المحافظة قليلا جدا، ولكنه ورغم ذلك لا يدخر دقيقة لتطوير مهنته، مستعينا بأحدث المكائن والأجهزة ذات المناشئ العالمية. والله يعني نقول هي ماكو تطور بها قوي جدا يعني، بس هي تحديث تصاميم مثلا، تحديث اشكال تصاميم مثلا يردوها من يمك، يعني يشتغلون حسب الطلب. هي تبقى هاي المكان الجديده اكو نفسها مكان تشتغل بالنمنم، بس احنا حاليا ما متوفره، ما مطلوب عندنا هذا العمل، فنقتصر بس على هذا الموضوع التطريز، الاشياء البسيطه مثلا يعني كنمنم موجود منها. اكثر شغلك شنو؟ اكثر شغل هو عسكري، كذلك هم متوفر عندي مدني، بس العالم مرات تعرف ما عبالهم هذا الشيء موجود مثلا، او بهم ما يندلون مثلا نوعا ما، بس الحمد لله وشكر نشتغل احنا كل شيء، يعني يجيني مدني ما رجع احد، انا ان شاء الله نقدر عليه ما رجع اي احد. بين رجيج المكائن واجهزه الليزر يبقى ذو الفقار مثال لشاب اختار ان يصنع مستقبله بيده بعيدا عن انتظار التعيين. تجربه تثبت ان الابداع طريقه واضح، يبدا بخطوه ويكبر باصرار. من واسط، علي تميم، المركز. إلى هنا تنتهي نشرتنا، شكرا لطيب المتابعة والى اللقاء.